السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن حالة سريعة كده، بس هنتكلم عليها قانونا بقى ونص، يعني مش عارفينها بس. دي حالة Somebody in possession, they're not being too good. They want an offside flag here, Real Madrid. They don't get it as Asensio gets a good grip on. طيب عايزين What an off. قانون. طيب قانونا بيقول لك ايه؟ دي اسمها فرصة واحدة لتسجيل هدف او فرصة محققة لتسجيل هدف، تمام؟ طيب ليه كام اعتبار كده او 4 نقط لازم ابص عليهم؟ ليه تكون فرصة محققة مش هجوم واعد اللي هو يعني هجمة مرتدة؟ طيب هنبص على اول حاجة المسافة بين المخالفة والمرمى، تمام؟ دي قريبة جدا اهو، والراجل رايح. الاتجاه العام للعب، يعني الراجل ده ماشي الناحية دي ولا جاي الناحية دي ولا رايح على طول مباشرة للجول؟ لا، رايح على طول للجول، تمام. اول حاجتين تمام عندي. احتماليه الاحتفاظ بالكره او السيطره عليها. طب الراجل ده مسيطر اهو، او عنده امكانيه انه يسيطر حتى لو مش مسيطر دلوقتي والكره قدام منه، عنده امكانيه انه يسيطر عليها. موقف وعدد اللاعبين المدافعين، الموقف بتاعهم واقفين ازاي وعددهم قد ايه. ده جه على مهله، هو بعيد خالص وده بعيد تماما، والراجل 1 على 1 وخلاص، وعددهم يعني عدد اللي بينافس على الكرة 1 قصاد 1. فاذا الكرة دي كارت احمر، قرار سليم من الحكم.